انتم ازيكم عاملين يا جماعه؟ النهارده هنتكلم الدوري والدوريات والبطولات طبعا اللي احنا خلصناها في بطولات القارات ولازم نتكلم عليها. لازم نخلص البطولات. كده خلصنا موسم السنه 2024 وكده خلصنا موسم وداخل على موسم 2025 والموسم بتاعنا خلص بسلاما وتقديرا. النهارده يا جماعه هنتكلم على النادي الاهلي وهنتكلم في محمد الشناوي وهنتكلم في بطولات القارات. ماشي. المرة الجاية الأسبوع اللي جاي هنتكلم على تاريخ اللاعيبة وتاريخ كريستيانو رونالدو وتاريخ ميسي وتاريخ مبابي وتاريخ ساديو مانير ومو صلاح. النهارده هنتكلم عليهم يوم السبت إن شاء الله، يعني ممكن يوم الجمعة ممكن يوم السبت. اعمل لايك وسبسكرايب في الفيديو وفعل شكل الجرس عشان نوصل ل 1000 مشترك على منصة يوتيوب وعلى منصة انستجرام. بص، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، كواي، لايكي، اكس، مورد. ايه تاني؟ ابليكيشنات كلها موجود عليها وحتى الجوجل كمان يا معلم، مؤسسا على اليوتيوب يا معلم. كل حاجه هتنقل على اليوتيوب، على الفيسبوك، على اليوتيوب. ماشي. انا لازمك اول حاجه لايك وسبسكرايب في الفيديو، اشتراك في الجرس ويلا خش معايا. النادي الاهلي خد الدوري 9 المحترفين. عارفين ان النادي الاهلي واخد الدوري 9 المحترفين. النادي الاهلي بطل ابطال دوري 9 44 مره على تاريخه. ماشي. البطوله دي ما خدناش على الملعب ليه؟ البطوله دي ما خدناش في الاستاد ليه؟ ما خدناش في الملعب ليه؟ ما خدناش يعني هي الاتحاد الكوره قالوا لا، يعني جت على الاهلي. قلت له لا، ما يعني ازاي الاهلي فرح جمهور. ممكن اوريك الشكل، ممكن اوريك الاحتفال دلوقتي. النادي الاهلي عمل احتفالا في عاصمه الاهلي، عاصمه الاهلي الجديده اللي هي معموله دلوقتي هتتعمل فيها الملعب الخرافي. اوريك صورته اهو، انت شفته. ملعب خرافي، ملعب استاد تاريخا، اول ملعب عربيا وافريقيا ومصريا ملعب يتعمل بازاز، ملعب معمول كل شاشات، ملعب بص يبص يعني انت بالذات انت بص على الملعب كلها، بص على الكهرباء. يعني ما تبصش على الكهرباء، هو صح هيسرق الكهرباء كتير هيسرق يعني الكهرباء كتير من مصر، من نص مصر هيسرق كتير وهياخد كتير برضك. يعني مش الملعب انا عارفين ملعب كبير وكبارا، ويعني المدينه بتاعت الاهلي كبيره جدا صراحه، يعني الصراحه. ماشي. نتكلم معانا في الموضوع، نادي الاهلي اساسا في الرياضه. ماشي. نادي الاهلي هو بطل ابطال افريقيا، ونادي الاهلي ابطال كاس العالم، والنادي الاهلي هو بطل الكؤوس الافريقيه، والنادي الاهلي هو بطل ابطال افريقيا، والنادي الاهلي هو بطل البرونزيه، والنادي الاهلي هو تاريخا، النادي الاهلي هو المركز الاول عالميا، النادي الاهلي هو معاه 152 بطوله، النادي الاهلي هو معاه كل حاجه، النادي الاهلي معاه كل حاجه. محمد عدنان، عارفين محمد عدنان اللي هو مذيع رياضي عارفين كلنا، بيقول ايه؟ بيقول محمد عدنان اللي الاهلي فريق صغير، فريق مش كبير. مين اللي بيقول؟ مين اللي يعني انت يا عم محمد عدنان، يعني انت جاي على ابطال افريقيا وقلت النادي الاهلي هو كبير ابطال افريقيا، تقول على الدوري تقول لي ده هو الدوري احسن من النادي الاهلي؟ انت بتتكلم فيه؟ انا لسه هفهم وكتابي الله يا محمد عدنان مالكش فيه، وكتابي الله مالكش فيه. اقول لك الصراحه، انت بتقول النادي الاهلي ما ينفعش ياخد البطوله دي السنه دي، مش ملكه ازاي؟ دي فهمني الفوز ده كله بالاربعه وبالصفر وبالخمسه وبالعشره تقول لي مش رزق ازاي؟ ما يعني بص، يعني بقول لك الاهلي ده مش ملكه. اما انا دلوقتي افوز بالثلاثه وبس بالاربعه وبالخمسه تقول انا مش الاهلي ده ما بيعرفش يلعب بالدوري، ده معاه 44. هات لي يا عم الهلال السعودي وهات لي الهلال الاماراتي، دول اللي هم الملوك العرب. احنا بقى الملوكيه العالميه، ثم ملوك العرب، احنا ملوك العرب افريقيا وعالميه. 152 بطوله، 152. ريال مدريد معاها 136 بطوله. انت عارف الاهلي واخد مركز الاول عالميا ومركز الثاني برشلونه ومركز الثاني ريال مدريد. انت عارف ريال مدريد مركز الثالث عالميا، والاهلي كل سنه بياخد المركز الاول. الاهلي بسم الله ما شاء الله احسن كابتن واحسن مدرب في التاريخ هو ميرسر كورر في تاريخ النادي، واحسن ثاني كابتن
في النادي الاهلي وفي في كايب سكوتر، مترشح في جايزة كايب سكوتر المرة الثانية في تاريخ مستر كولر ان شاء الله، وهياخد الجائزة وان شاء الله بقى احسن مدرب في تاريخ الكرة المصرية وتاريخ الكرة الافريقية وعالميا. محمد الشناوي جاله عروض في النصر السعودي وجاله عروض في الهلال السعودي، وانتوا كلوا عارفين العرض بتاعه. العرض بتاعه جاله ب 50 مليار يورو. 50 مليار يورو رقم خرافي، يعني في كل سنة كل موسم، يعني كل سنة وهيقعد موسمين. احسب الموسم ب 25 مليار، احسب على الموسم التاني 25 مليار. المقدمه بتاعت الاهلي هياخدها 50 مليار، وده هياخد النادي الاهلي هياخد 50 مليار. المقدمه بتاع الايقاع اللي هو الملف بتاع محمد الشناوي، ملف محمد الشناوي هياخده من النادي الاهلي او هياخده من غير فلوس، لا عادي هو اللي هياخد فلوس مع محمد الشناوي. هو ما خدوهوش، الاهلي هياخد الطريق ياخد الفلوس، لا هياخد فلوس عليه، هياخد حق هو لعب مع النادي الاهلي، وهياخد الحق اللي هو اللي اتدرب، هياخد حق كل حاجه، هياخد اللي هو اتدربه، هياخد كل امكانياته. النادي الاهلي محمد الشناوي رفض العرض، انا فاضل لي 6 اشهر والعقد بتاعي ينتهي. ممكن محمد الشناوي يعمل يعني تعادل تاني مع النادي الاهلي ويقعد كمان موسمين، عشان الاهلي داخل على كاس العالم ومنقدرش نمشي محمد الشناوي عشان هو ده اهم فريق في الدوري واهم فريق في النادي الاهلي. علي معلول جاله صفقه عامله ب 30 مليار جنيه في سويسرا. نادي في سويسرا. ده عرض جامد جدا. النادي الاهلي هياخد ملكيه 10 مليون يورو، 10 مليون جنيه قصدي، 10 مليون جنيه ماشي. مع 10 مليون جنيه النادي الاهلي هياخدهم. الاهلي هيجيب صفقات عليه؟ لا، ما ينفعش يمشي علي معلول، ما ينفعش اصلا يمشي عشان ده اهم في لاعب في كاس العالم للانديه. ماشي، لو احنا وصلنا كاس العالم لازم نجيب لعيبه محترفين في اوروبا، ولازم نبص اوروبا، لازم نبص افريقيا، ولازم نبص الدوله العربيه. ما ينفعش ناخد دوره مصريه. الدوره المصريه دلوقتي ميتين على الاخر، والموسم انتوا عارفين الموسم بتاعهم ميت. بس انت عشان تبص الدوري كده خلصنا الموسم، واقول لكم انا خلصت في الموسم السنه ده 2024 خلصت كذا بطوله زعتها. انا زعت 11 بطوله عالمي. الدوري المصري، كاس مصر، كاس العالم، كاس السوبر المصري، كاس روشن، كاس السوبر السعودي، كلنا عارفين الدوري. بس كنا خلصت اوروبا، افريقيا، اسيا، الليله، وكاس السوبر ليج الافريقي، وكاس السوبر، وكاس الملك سليمان، كله زرت على قناتي على اليوتيوب. كده الحمد لله ما غلطتش ولا غلطه على اليوتيوب، الحمد لله. وبشكر ربنا اللي انا الموسم ده طلع الحمد لله، طلع عادي ان شاء الله. النهارده فرحان، النهارده وصل ل 45 متابع، وشكرا لكم على وصول 45 متابع، شكرا لكم لايكات النبي وصلونا ل 1000 لايك. لا 1000 لايك، ال 1000 لايك كده، لا مش على القناه دي، لا على التنسيق بتاع اللايكات. انا دلوقتي عندي 690 لايك، 690 لايك. فاضل لي 10 واتم ل 700 لايك، فاضل لي 300 لايك واتم ل 1000 لايك في تاريخ كده خلصنا. ده اللينكات بتاعتها على السوشيال ميديا، ده كل حاجه خلصنا على الفيديو، خلصنا مشتركاتنا، خلصنا كل حاجه، خلصنا تصوير، عرقنا، تعبنا جدا. انا مش عايز منك اول حاجه لايك وسبسكرايب على الفيديو، وفعل الاشتراك، وفعل الجرس، وفعل الاشتراك عشان نوصل 100 مشترك على منصه يوتيوب، على منصه كواي، على منصه تيك توك، على منصه انستجرام، على منصات السوشيال ميديا. يلا نخلص الفيديو ويلا نشوف الاعلان بتاع الاهلي اللي احنا شفناه الجبار الخرافي العريق. النهارده هنشوفه في فيديو بتاعنا، اول مره نشوفه على الفيديو، اول مره واحد ينزله على اليوتيوب. دلوقتي انا هنزل اعلان رسميا، اعلان اصلي مش اعلان تعطير، لا اعلان رسميا 44 دوري. ويلا خلصنا الفيديو وخلصنا اشتراكاتنا، ولايك وسبسكرايب في الفيديو واشتراك، ويلا سلام. طول عمره فوق دايما معاه
فداه وفي أي مكان بنروح